أول يوم في رمضان عندنا حماس رهيب، بنصلي الصلاة في وقتها، بندعي، بنقرأ القرآن، بنحافظ على وردنا من الأذكار، وبعد 3 أيام بنقع. ولأني عارف إنك هتقع بعد 3 أيام بالظبط، فأنا جايلك بالفيديو ده مخصوص في أول رمضان. المشكلة إنه إحنا بنبدأ رمضان مثاليين زيادة عن اللزوم. يعني أول يوم في رمضان بتقول أنا هختم القرآن 5 مرات. طب أنا هصلي كل فروضي في المسجد. طب انا هقلل السوشيال ميديا خالص. طب انا هتمرن كل يوم قبل الفطار. عايزين نعمل كل حاجة مرة واحدة، وللأسف بنقع. رمضان مش سباق أول 3 أيام، رمضان 30 يوم. فلما بتبدأ بأقصى حاجة عندك في أول يوم، فبالتالي بتستنزف نفسك بدري بدري وما بتقدرش تكمل. تاني مشكلة يا صديقي المشاهد، انك بتعتمد على اجواء رمضان مش على النظام اللي انت بادئ بيه. يعني اول يوم في رمضان بتلاقي العيلة متجمعة، بتحس باجواء رمضان في البداية، بتحس باحساس مختلف كده. فبالتالي بعد كام يوم الاجواء بتهدى، جسمك بيتعب، نومك بيتلخبط، حتى الروتين اللي انت كنت ماشي عليه اللي هو النظام اللي انت ماشي عليه بيبوظ. وده لانك معتمد على اجواء رمضان مش على النظام. تالت مشكلة يا صديقي المشاهد، انه احنا بنركز على الكمال مش على الاستمرارية. يا عملت كل حاجة صح يا اما كل حاجة باظت. يعني انت مثلا مشيت يوم 2 3 في رمضان كويسين، حسيت انك اثرت في يوم، حسيت انك فشلت، رغم انه في الحقيقة انه الاستمرارية اعم واشمل من الكمال. وعايز اقول لك انه ربنا بيحب الاعمال المستمرة حتى لو كانت قليلة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أي الأعمال أحب إليك يا رسول الله؟ قال: أدومها وإن قل. طب والحل العملي لكل ده إيه؟ هقول لك أنا عامل لك الفيديو ده مخصوص علشان أقول لك إيه الحل من الموضوع ده كله. أول حاجة إنك تثبت 3 حاجات هتعملهم، مش 10، 3 حاجات يكونوا معاك ثابتين الشهر كله. سواء انت بقى هترتبهم، عايز اقرا جزء واحد في القران بس تثبته كل يوم، مع مدار ال30 يوم هتلاقي نفسك ختمت القران باذن الله. إيه، شوف انت هتثبت لك 3 حاجات، بس المهم انك تلتزم بال3 حاجات اللي انت هتثبتهم دول طول الشهر. تاني حاجة، اعمل الحاجات ال3 اللي انا قلت لك عليهم، اللي انت هترتبهم من دماغك ولو بأقل مجهود. المهم تعملهم في يومك، ما تعديش يومك غير وانت عامل ال3 حاجات دولت. تالت حاجة، ما تستناش الإحساس المثالي، ابدأ وانت مرهق. وخليك فاكر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. خلي بالك يا صديقي المشاهد، رمضان مش محتاج انك تبدأ بقوة، رمضان محتاج تبدأ بهدوء. خلي بالك الكسبان مش اللي بدأ جامد في أول 3 أيام، الكسبان اللي قدر يستحمل ويستمر ال30 يوم من غير ما يقطع خالص. ولو رمضان ده عايزه مختلف، ابدأ وانت صغير. ولو عايزين فيديو اللي جاي يكون ازاي ترتب يومك في رمضان، عايز اشوف تفاعل كبير على الفيديو ده، وهعمل لكم فيديو باذن الله ازاي ترتب يومك في رمضان. ما تنساش تشترك في القناه، فعل زر الجرس، حط لايك للفيديو، وسلام.